كلنا قعدنا على القهوه، كلنا جت لنا افكار مشاريع وقعدنا نفكر احنا ممكن نعمل مشروع كذا، لا ممكن نعمل مشروع كذا، وفكرنا في افكار كويسه جدا. وفي الاخر شربنا كوبايه الشاي وقمنا، وما كانش معانا ساعتها فلوس ندفع ثمن كوبايه الشاي اللي شربناها. طب هل الافكار اللي احنا فكرنا فيها دي كانت افكار كويسه ولا افكار وحشه؟ هل في زينا قعد نفس القعده دي وفكر نفس الافكار ونجح بيها؟ في ناس فكرت نفس الافكار ونجح بيها. ايه الفرق بين واحد بيقعد يفكر وبيمشي، واحد بيقعد يفكر وبيرتب وبعد كده بيبدا ياخد خطوات؟ الفرق بين واحد هنا صدق الفكره بتاعته وبدا ياخد خطوات عمليه في ان هو ينجح بيها وبدا يحطها على ورق ويركز في التفاصيل الخاصه بالبيزنس. في فروق تانية طبعا، من اهمها السمات الشخصيه للانسان. كل واحد بيختلف عن التاني في سماته الشخصيه. يعني في واحد ينفع ان هو يكون شخص موظف يدخل الكارير الوظيفي بتاعه بيعمل تطوير لنفسه كموظف لحد ما يوصل في النهايه مدير تنفيذي للشركه، او ممكن كمان يوصل لوزير يعني. وعلى الجانب الثاني في شخص ممكن ما عندوش فكره انه كل يوم الصبح لازم يصحى من النوم ويروح الشغل ويبقى عنده حياه روتينيه ثابته. هو عنده جانب اخر من السمات الشخصيه ممكن يتوفر فيه عنده جانب المجازفه، ودي لازم يبقى عند كل صاحب شغل جانب المجازفه. طبعا ليها حدود معقوله، يعني هو مش طول الوقت هو بيجازف، ولكن لو تطلب الامر حدود المجازفه هنا يقدر يجازف ويقدر ان هو ياخد خطوه مهمه جدا في انه ينجح البيزنس بتاعه. دلوقتي هيخطر في بالك سؤال مهم جدا: هل انا كشخص انفع اكون موظف ولا اكون صاحب بيزنس؟ لو انت عندك فكره الالتزام وبالوقت وانك تصحى الصبح بدري وانك تقدر تتعايش مع موضوع المخصص المالي الناتج عن الوظيفه وتبدا تقدر تعمل ابديت لنفسك لحد ما تحط هدف قدامك تبقى مدير تنفيذي لشركه او تبقى وزير او تبقى في درجه وظيفيه كبيره، يعني هنا خلاص المواصفات عندك بقت واضحه وتقدر تلتزم بالنقطه دي. انا بقى ايه المواصفات اللي تخليني ابقى صاحب عمل ناجح؟ اول حاجه منها ان لازم يبقى عندك قدر من المجازفه، والمجازفه هنا مش طول الوقت بتجازف، لا اوقات انت شغال في البيزنس بتاعك بيبقى هنا خلاص انت لازم تجازف. ممكن يبقى في صفقه معينه متاحه قدامك دلوقتي هتضغط على نفسك شويه تشتريها، وعارف ان بعد شهر او شهرين هيبقى في قيمه للصفقه دي بشكل مختلف جدا ويبقى في تقدير للسوق. هنا في نوع من المجازفه انك تبدا تاخد الصفقه دي وتحتفظ بيها. طيب قدامك وظيفه مهمه جدا تقدر تشتغل بيها وتحقق فيها دخل كويس، ولكن انت شايف نفسك انك صاحب عمل اكتر. هنا بتاخد ده نوع من انواع المجازفه، ان انت تحط كل المخصصات الماليه الخاصه بيك واحلامك وامالك في مشروع وتقبل مع الوقت ان هو لا قدر الله ممكن ما ينجحش. ده نوع من انواع المجازفه. طيب دلوقتي ايه بقى الحاجات الرئيسيه اللي لازم تتوفر في المشروع نفسه علشان خاطر يبقى مشروع ناجح؟ ان شاء الله في الحلقه اللي جايه هنتكلم عن المواصفات اللي لازم تبقى متوفره في المشروع علشان ان شاء الله يكون مشروع ناجح او ما يبقاش بيتعرض لعوامل الفشل احنا ما اتكلمناش عنها. انا سليم الهواري وده بيزنس سليم.